شهدت تجزئة النسيم عصر اليوم الخميس 17 من أبريل حادثاً مروعاً هز ساكنة منطقة الغزوة بمدينة الصويرة، حيث أقدم رجل 30 على الاعتداء بوحشية على سيدة قبل أن يعمد إلى إضرام النار في شقة سكنية والفرار عبر الأسطح. وتعود تفاصيل الواقعة حسب المعطيات المتوفرة إلى نشوب خلاف بين الضحية صاحبة الشقة والمشتبه فيه الذي يكتري منها بعد مطالبتها له بتسديد الإيجار المتراكم، ليرد عليها المعتدي بضربة قوية بواسطة سكين كبير على مستوى الرأس قبل أن يدفعها من أعلى الدرج في محاولة لإسقاطها أرضاً. وبعد تنفيذ الاعتداء أضرم الجاني النار في الشقة محاولاً الفرار عبر إحدى شرفات العمارة متسللاً من السطح، ما تسبب في حالة من الهلع بين السكان. عناصر الأمن هرعت إلى مكان الحادث فور توصلها بالخبر، حيث باشرت عملية مطاردة دقيقة فوق الأسطح انتهت بتوقيف المشتبه فيه. وفي الوقت ذاته تمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الشقق المجاورة. أما الضحية فقد تم نقلها على وجه السرعة إلى قسم جراحة النساء بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، حيث تخضع للعلاجات الضرورية بعد إصابتها البليغة على مستوى الرأس.